بلاكا الطوبيس مشى خطير 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 جدا الاخوان، خطير جدا هادشي اللي وقع لهذا الشاب، خطير جدا الاخوان. هادشي اللي وقع لهذا الشاب ما بغيناش يدوز مرورا كرام، ما بغيناش يدوز مرورا كرام. هذا الشاب عرضوه للعنف وللسرقه الاخوان، واللي عرضوه للعنف هما مراقبين ديال الازا حسب ما يدعي هذا الشاب. اكيد الطوبيس مزود بكاميرات ديال المراقبه. غادي نخليكم الاخوان معايا عاودينا شنو وقع ليه في انتظار وصول رجال الامن، في انتظار وصول رجال الامن، الله يجازيك بخير. انا واقف في انتظار وصول رجال الامن. المراقبين عرضوا هذا الشاب لاعتداء خطير وللسرقه وهرسوا ليه حتى الهاتف ديالو حسب ما يدعي. خويا شنو وقع لك؟ عاود لي شنو وقع. انا خويا هادشي ماشي ادعاء، هادشي واقع كيعيشوا اي مواطن يوميا، وهادشي كنت كنشوفو ديما. ولكن عمرني عرفت راسي انا غنكون ضحيه بحال هذوك الضحايا اللي كيكونوا بحال ما الانسان لما مقطعش ورقه كدير مع القانون الاجراء القانوني ديالك كانك مراقب ديال الوريقات. ما لقيتيش شي واحد قطع كاترون ديال المصلحه ديال اي دائره اللي تابعه لهذيك المنطقه. انا عكس هذا الشيء اللي داروا. انا تم انزالي من بحال ما كحنطني، اجي نقول لك هبطني برا، قال لي مالك؟ قلت لي خويا انا راه مقطع ورقه وبشهاده الشيفور، قال لهم هذاك راه مقطع، والورقه ها هي كتثبت بانني مقطع، وراه كاينه كاميرا في الطوبيس كتثبت بانني قطعت ورقه. نزلني حنطني جرني من السليب تتقطعات، ها هي القطعه ديالها، ها هي هاد اللعيبه تشيكي تتقطعات، جرني نقز عليا. المهم واحد الاسلوب ديال الكلام اللي عيب نقولوا لكم، عيب يتقال وماشي من طرف واحد، من طرف. المهم الهضره كانت كتقال سميتو. اول مشكل عندي مع واحد اللي تعدى عليا، واحد فيهم اللي تعدى عليا، مشات ليا واحد المبلغ قليل ولكن ماشي شحال مسالك. مشات لي شوف شي درهم تمشي ليا ما غاديش نرضى. مشات لي 25 درهم وانا في الجيب ديالي كتمشي ليا 1000 درهم كتغتمشي ليا. المهم انا دابا كنطالب غير بحقي. انا في انتظار وصول السلطه. انا اتصلت بهم كنظن راهم هذوك اللي داروا ملي راهم اللي جايين في انتظار السلطه. انا باغي ندير معاهم الاجراء القانوني، وغدا ان شاء الله غنقدم شكوى للوكيل الملك وغنمشي للاداره. خلصت التذكيره ها اللي عندهم معاك علاش داو لك ديالك وعلاش ضربوك؟ المشكل اللي عندي هو انا نعاود لك باختصار. الصديق اللي قلت لك تلاقيت معاه في الطوبيس ما مقطعش ورقه، عنفوه بدا كيدفعوه، بدا كيدير هذاك التبواط ديال من التحت. قلت لي صاحبي ما ديرش لي بحال ما هكاك، دير معاه الاجراء القانوني. هذه هي اول كلمه. في الاخر جاو قالوا لي واش كيجيك انت؟ انا بحكم ضرباتني النفس عليك قلت لي راه خويا هذاك، فهمتيني؟ ولا خوك اجي معاه حتى وانا مقطع ورقه. هذه الورقه ديالك، هذه الورقه وفيها التاريخ وفيها الوقت. الصديق ما مخلص، والصديق خلص عليه السيد 1000 ريال باش عطاه ورقه. ها هذيك الورقه نوريها ليه، ها هي خلصها عليه فيها 50 درهم، وحنا كاع نديروا هادشي كامل. لاش هبطونا، ها هي 50 درهم لتحت ياك، ولاش هبطونا منين نتوما كتقولوا لا حنا كنديروا غير. راه اي مواطن كيكون في شي امس الحاجه يعني ما عندوش ورقه ولا شي حاجه كيتعرض للعنف، ما كيداش مع الاجراء القانوني، كيتعرض للعنف والسبان. قسم راك انت سمعتي الهضره كي دايره ياك، راك شتي كلشي بعينيك. الهضره الخايبه اخويا، ديما الهضره خايبه. وانا باش لا انا اللي بغيت نفهم علاش هبطوك انت وعلاش هذا هو السبب اللي بغيت نعرف. حتى انا بغيت نعرف بزاف ولا واحد اللي عنده. هما راك تقريبا شي 7 ولا 8 الناس. واحد عندي مشكل مع واحد فيهم وليدان راه مضروب في. واخا قالوا بان انت جبتي التليفون كتصور فيهم وكتقول هاكا التليفون قلبوا. صافي خلاصه القول. التليفون كرسوه ليه؟ ها هو اخويا انت شوف اخويا، شوف شحال من شقه وشو النقطه كاع قداش. شوف النقطه الفوق قداش، كيفاش هيرسو؟ شو الدار ديالو راه طاح في هذيك المشادات، طاح لك ضربوا لك من يدك طاح كاع ما تسوق لك. والاخر تا هو زاد هادشي كامل انت مخلص ورق. يعني انت ضرباتك النفس على الصديق ما بغيتهمش غير يعنفوه. بعدا كيفاش عاملوه؟ دابا هو طالع سالف في الطوبيس كيفاش عاملوه؟ ضربوه. كيفاش ضربوه هذاك التبوات ديال زيد دين امك زيد. هذا سمحوا لنا على هذه الكلمه. المهم هذه راه ابسط كلمه قلتها، ما راه كاين شي كلام اخر كيتقال. والله شاهد على ما اقول. كاينه كاميرات وان شاء الله غدا باذن الله انفوا نحل عينيك ان شاء الله غنتجه للمركز ديالهم نقدم به شكوى. يعني انت بغيتي تشكي به؟ ضروري. هو الا هادشي راه خاصوش يبقى يتعاود. هادشي راه كنشوفو قلت لك يوميا كنشوفو، ولكن هادشي خاصو يدار ليه حل. دابا انت بغيتي البوليس يجي؟ انا ضروري هو باش نقيد معاه محضر اخويا. هو يتعدى عليا ويدي لي رزقي، ما نصبرش ليه، ما تصرش ليا والله لا جاني الناس. انا هاد العبد المذنب اللي قدامك درت سكانير نهار الجمعه قال لي غتقطع رجل، كان عندي غنقطع اصبع قال لي غتقطع رجل. يعني انا فاقد الحياه فاقد من، فهمتيني؟ وليداتي مشردين في الزنقه والله الا مشردين، والله تخرجونا موالين الدار. انا ولا عندي طرابيه
وعندي بنت عندها عامين ونص ومرتي حامله وحاليا انا في الزنقه. ما تقبلتوش اصاحبي، ما تعداش عليا اصاحبي. من هو في الملك لا تيتعدى عليا؟ راكم يسير وكيعاملك باحترام وباداب وبحلاوه اللسان وكونترول. كيقطع وريقه يتصور عليا. شنو الدور ديال هذا الكونترول هذا؟ شنو الدور؟ كيقطع هذيك كيشدها وكيشرقها بحال ماك، ولا ما لقاكش مقطعها كيقطعك حتى لفظيا ومعنويا وجسديا. يعني انت اصلا مالك والو في هذا الشيء؟ ما ليا والو في هذا الشيء. ضربتني النفس على ذاك الدري. سمعت هذا الكلام بحال ماكا. انا دابا نزلت هو هو اللي هبطني عنقني وهبطني. ياك كاينه كاميرا في طوبيس، راه يكفي الكاميرا تعطيهم كل شيء صافي. شنو كتطلب اليوم من البوليس؟ انا كنطلب غير حقي، كنطلب حقي من السي الحموشي. اولا كنطالب جلاله الملك والسي الحموشي يديروا شي اجراءات قانونيه ضد هذا التعامل التعسفي اللي كيتعرض ليه المواطن يوميا. هذا الشيء راه كنعيشوه يوميا، كنشوفوه يوميا، كنلمسوه بعينينا كنشوفوه. يعني ملي كتشوف انت مواطن راه كاين اللي ما فحالوش ما غيركب ما عندوش، ما بغيتيش دير الكوميساريه هبطوا وقول لي سير بحال هكا. ولكن باش تعنفوا لا خويا، التعنيف هو اللي لا. انا هادشي اللي ما بغيتش اخويا وصافي. وسمحوا لي انا باش نوضح للمغاربه، عافاك خليك معايا باش نوضح للمغاربه. مرحبا. دابا الاخوان، هذا الدري هذا اللي عطانا التصريح دابا معاه واحد السيد شاب كانوا تلاقاو في الطوبيس. يعني قاصر عندك منها عنده 18 عام 15. هذا الدري هذا اللي دوا معنا دابا الاخوان تلاقى مع واحد الولد عنده 15 عام في الطوبيس. هذاك الدري اللي عنده 15 عام طالع سالت للطوبيس ياك. شدوهم المراقبين. فاش شدوهم المراقبين الدري ما عندوش ورقه، بداو كيهضروا معاه بطريقه خايبه على حد القول ديال هذا الدري. هضروا معاه بطريقه خايبه. هذا الشاب هو مقطع الورقه ديالو، ولكن ضرباته النفس على هذا الدري هذا. فاش ضرباته النفس عليه قال لي علاش كديروا لي بحال هكاك وعلاش كذا وعلاش كذا، علاش من هنا علاش من ليه. قالوا لي شنو كيجيك. الدري فاش ضرباته النفس قال لهم هذا راه خويا، يعني هو ما كينكرش. قال لهم هذا خويا. فاش قال له هو خوك واجي معانا هبطوه. الدري راه خلصوا عليه الناس 1000 ريال ديال الغرامه، وهذا حتى هو عنده الورقه ديالو. هبطوه وقال لك داو ليه 25 درهم من جيبو، داو ليه 25 درهم من جيبو وهرسوا ليه الهاتف ديالو. دابا هو كيتسنى البوليس يجيو باش يطبقوا الاجراءات القانونيه. ما باغي حتى شي حاجه اخرى، باغي القانون يتطبق مع هاد المراقبين. ما باغي حتى شي حاجه، هما داروا والو، هما ليه حتى شي حاجه. هو ضربته النفس على هاد الدري اللي طلع معاه في الطوبيس. اخويا في الاسلام اصاحبي واش واحد كيشوف فيك؟ دابا نفهمك. دابا انت كتشوف واحد اللي خوك في الاسلام اولا، فهمتيني، وابن المنطقه ديالك وصديق، فهمتيني، صديق عن بعد. تلاقينا في الطوبيس في بلاكه وحده، تشوف فيه كيتعرض للعنف راه ما غتقبلهاش اخويا. يعني ما عجبكش الحاله؟ ما عجبنيش اخويا، راه بنادم كيتعرض للعنف اصاحبي اش غدير؟ فهمتيني اش غندير اخويا؟ راه ضروري ما غضربني النفس عليه. زقا ما تمسوش مع المكان. انا قلت لك كلمه زوينه، ما تضربوش، دير معاه الاجراء القانوني. يعني هو سال طبق، فهمتيني، سال طبق عليه القانون. ناض السيد خلص عليه ورقه ديالو ب1000 ريال وصافي. علاش تهبطونا حنا؟ خصك ما طريق يعني غرامه خصك. ولاش مهبطني؟ قال لك لا راه هبط راسو. راه كاينه كاميرا في الطوبيس غتثبت بانه راه معنقني ومهبطني. ومني عنقني راه جا راه كروشاني بيدو جر لي التريكو تتقطعت لي هاد التيكيته. هما هادو شخص واحد. انت هاد اللعيبه راه ما كانش مقطع، راه هادي ملي تجر تقطع، وهذوك الخيوطه ديال هنا كتبقى تسمع ديك التشريقه. على انا عنق عندي كدوك. المهم الاخوان كنتمناو الامن يدخل على الخط على وجه السرعه، لان المراقبين الدور ديالهم هو المراقبه. لقيتي شي واحد ما مخلصش ورقه كطبق معاه القانون. سليتي يا كيخلص الغرامه ديال 1000 ريال ما عندوش كدير الدائره الامنيه تابعه لهاد المنطقه، اولا كتعيط للمسؤولين ديالك كيجيو كيديروا القانون مع هاد سليتي. اما باش يتعنف وياكل العصا ويخلص الغرامه، يعني الناس خلصوا عليه الغرامه ديال 1000 ريال وتهبطوا من الطوبيس، وهذا اللي دوا على هاد الشاب ياكل حتى هو العصا وتمشي ليه 25 درهم من جيبو ويهبطوه حتى هو من الطوبيس ما مقبولاش. المهم وقع واحد الحادث صادم في واحد من الطوبيسات ديال شركة ألزا للنقل الحضري بعد ما شاب تعرض لاعتداء من طرف واحد من هذوك المراقبين اللي كيكونوا في الطوبيسات، واللي كيتقال باللي شدوه وعنفوه وداو ليه فلوسه من جيبو قدام عينين الركاب. هاد الواقعة خلات حالة استنكار كبيرة وسط الناس، خصوصا وأن بزاف ديال الشهود أكدوا أن الموقف خرج على السيطرة وتحول من عملية مراقبة عادية لتجاوز خطير كيضرب في كرامة المواطن.
الفيديو اللي توثق للحظة بدا كيدور في مواقع التواصل الاجتماعي وخلق جدل واسع وسط المغاربة اللي كيعتبروا ان بحال هاد التصرفات ماشي مقبولة نهائيا، وكيطالبوا الشركة والسلطات يتدخلوا ويطبقوا القانون. المصادر اكدت ان البوليس ما خلاش الموضوع يمر مرور الكرام ودخل على الخط باش يحقق في هاد النازلة ويعرف شنو وقع بالضبط، واش بصح الكونترولور اعتدى على الشاب وخدا منه الفلوس ولا كاينين تفاصيل اخرين خاصة توضح. هاد القضية كتفتح بزاف ديال الأسئلة على طرق التعامل ديال بعض المراقبين مع الركاب، وكترجع تطرح موضوع حقوق المواطن في الطوبيسات وواجبات الشركة باش تضمن سلامة والاحترام ديال الركاب كاملين. الناس كيأكدوا اليوم ان خاص تكون مراقبة ومحاسبة لأي واحد كيستغل السلطة ديالو او الخدمة ديالو باش يعتدي على الآخرين، وخاص يتوضع حد لهاد الشيء قبل ما يزيد يعمق الفجوة بين المواطن والشركات اللي خاصها بالأصل تخدمه وتوفر ليه الراحة. شكرا لكم على حسن المتابعة، تبقوا على خير.